السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي. انا ياسمين ودي قناتي، والنهاردة فيديو جديد ويوم جديد. طبعا يا حبايب قلبي رجعنا لروتيناتنا الجامدة جدا. خلاص طبعا كل سنة وانتم طيبين. عدى الثلاث ايام بتوع العيد، وزي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، انا غسلت عندي غسيل بقى بعد العيد على طول مباشرة بعد 3 ايام العيد. طبعا كل الهدوم بقى كانت عندي. طبعا احنا كنا العيد يوم الجمعة، مرضتش طبعا ان انا اغسل ولا خميس ولا جمعة. استنيت لما عدى 3 ايام العيد وغسلت بقى كل الهدوم اللي عندي. طبعا الوان بقى على هدوم البنات، على هدوم المدارس، على كله. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده انا كنت بقى نشرت الهدوم امبارح، وقلت المها بقى دلوقتي ونشوف بقى هنعمل ايه في يومنا. زي ما انتم عارفين انا كان عندي دور برد شديد جدا. طبعا يا دوب انا بس شميت نفسي كده، فبدأت ان انا اغسل بقى الغسيل، وقلت اعمل بقى غدا النهارده ما ينفعش. طبعا اول يوم العيد قضيناها بقى فسيخ وسردين وكده. تاني يوم العيد مش متذكرة والله قوي لان انا ذاكرتي ضعيفة، بس المهم قضيناها يعني. فانا النهارده هعمل غدا معاكم بقى زي ما هتشوفوا معايا كده. فصحيت طبعا يا دوب كده، خدت الادويه بتاعتي وقلت بقى اشوف ورايا ايه. وطبعا ما ينفعش يا جماعه، انتوا عارفين احنا ستات بيوت، ما ينفعش ننام، ما ينفعش نبقى نستسلم للتعب، لان طبعا مين هيعمل الحاجات غيرنا؟ في بيت وفي اطفال وفي مسؤوليه وفي كده، وعايزين يفطروا وعايزين يتغدوا وعايزين حاجتهم تتعمل وكده. فطبعا زي ما انتوا شايفين معايا كان في شويه هدوم كده برضو، كنت شغلت عليهم دوره. وطبعا قلت بقى انشرهم وبعدين بقى ندخل نشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم يا جماعه ان دور البرد ما سابش حد. يعني عايزه اقول لكم ان انا تعبانه بدور البرد ده، واختي تعبانه، وخالتي تعبانه، وبنت مش عارفه عمتي اخده بنفس الدور. الدور ده ما خلاش حد، يعني بجد دور صعب. واحنا اصلا اليومين دول كده تحسوا الدنيا قلبة، يعني قلبت قلبة كده. طبعا احنا عارفين يعني الجو وتغيرات وكده. ف يعني عايزه اقول لكم بقى كتروا من الليمون، كتروا من الفيتامين سي، عشان بجد الدور ده صعب قوي. بس الحمد لله على كل حال عدت الحمد لله. بس طبعا زي ما انتم سامعين انا لسه بتعافى برضو. يعني عايزه اقول لكم دلوقتي ان احنا عدينا يعني اسبوع، الاسبوع بتاع العيد كله. وبرضو عايزه اقول لكم ان لسه برضو في شويه تعب كده، بس الحمد لله احسن من الاول بكتير. طبعا انا على طول بقى ليمون وحاجات سخنه وينسون بليمون وميه بليمون وبعمل حاجات دافيه كتير. بس عايزه اقول لكم ان الدور كان شديد، لدرجه ان انا شكيت يكون عندي اللي هو الفيروس اللي هو المتحور ده. بس الحمد لله الحمد لله، يعني السخونيه ما طولتش قوي، يعني هما يومين وكانت الدنيا بعد كده خفيفه في اليوم الثالث. فالحمد لله على كل حال، ربنا يا رب كده يشفينا ويشفي كل مريض. طبعا انا يعني كنت بعافر ان انا ما استسلمش للنوم، يعني كنت بحاول ان انا اقوم برغم ان انا كنت ببقى سخنة، بس باخد الدواء بتاع الحرارة واقوم وعافر ان انا اعمل للولاد كذا وان انا اجهز كذا، والحمد لله عدت بخير. تعالوا بقى ندخل المطبخ نشوف هنعمل غدا ايه. يا صباح الفل، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ويوم جديد. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، انا صحيت من النوم قلت اول حاجة هعملها كده هعمل صينية بطاطس صغيرة واشوح فراخ، علشان يعني النهاردة ناكل كده فراخ وشوربة. علشان احنا كلنا تعبانين وعندنا برد. فشوية شوربة دافيانين كده وعليهم ليمون، وان شاء الله بإذن الله ربنا يشفينا ويشفي كل مريض. اول حاجه طبعا هعملها معاكم، هاخد الدواء بتاعي. طبعا انا عندي هنا 1 2 3 وعندي برشام الحراره. هسيب برشام الحراره دلوقتي لان انا حاسه ان انا افضل من امبارح. فهاخد حبايه البرد، ربنا طبعا يشفيني ويشفي كل مريض. بسم الله.
طبعا يا جماعة انا سلقت الفراخ عندي، شوحتها وطلعت الفراخ طبعا من الشوربة. هعمل دلوقتي صينية البطاطس. عندي بطاطس، بصل، 5 فصوص توم مدقوقين في الهون طبعا. وبما ان انا مفيش عندي طماطم فطلعت كيس طماطم من الفريزر علشان نعمل صينية البطاطس. طبعا يا جماعة انا حطيتها بس الصلصة كده، حطيتها في الصينية على نار هادية كده لغاية ما زي ما انتوا شايفين كده عندي الطماطم. طبعا انا مش هاخد كل دي يا جماعة، انا هاخد جزء منها بس كده عشان ايه كيس الطماطم كبير. فانا هاخد كده ايه تقريبا نص كيس تسبيكة الطماطم. بقيت الطماطم دي عندي كده احطها في كيس تاني نبقى نعمل بيها مكرونة او اي حاجة تانية. حطيتها في كيس طبعا عندي كده تاني نضيف، احطها بقى في الفريزر نستخدمه مرة تانية. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بصوا يا جماعة، طبعا انا عندي هنا الطماطم، بطاطس، البصل. اول حاجة هعملها عندي هقطع البصل كده هناخد التوم بتاعنا طبعا انا حاطه على التوم بتاعي وانا بفرمه ملح. انا هحط شويه فلفل كده عشان نقلب بس الحاجه بتاعتنا دي، الخضار بتاعنا قبل ايه ما نحطه في الطماطم. طبعا المفروض ان انا كل ده بعمله في الصينيه على طول، بس انا بما ان في طماطم هنا لازم اتبل الخضار بتاعي الاول وبعدين احطه على الطماطم. عفوا يا جماعه، معلش اعذروني عشان انا بردانه. عندي هنا شويه كمون، ملح وفلفل، كمون، شطه كده تمام قوي. اقلب بقى كل ده كده في بعضه. ناخد ده بقى كل الكلام الحلو ده عندنا كده ايه في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. شويه ميه، نقلب بقى الحاجات الحلوه دي كده.
هنزود لها يا جماعه شويه ميه عشان طبعا البطاطس لسه هتستوي على النار، فهتاخد ايه سوا شويه عشان ما تبقاش بس الطماطم قليله. قلبنا كده كله في بعضه. شويه زيت بقى حلوين او سمنه او زبده زي ما بتحبوا، ونحطها عندنا على النار. وفي الاخر خالص يا جماعه بعد ما تستوي نحط عليها بقى الفراخ وندخلها الفرن. ولعت على شويه رز بالشعريه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، وكده انا خلصت الغدا. تعالوا نشوف بقى صينيه البطاطس. صينيه البطاطس في الفرن. بصوا يا جماعه، حطيت الفراخ زي ما انتم شايفين كده، واخدت بقى من الصلصه اللي في صينيه البطاطس دهنت كده وشها، حطها بقى في الشوايه تاخد لون، وكده يكون الغدا عندنا جاهز. طبعا الفراخ اتحمرت بالشكل ده حبايبي. بعد كده بقى شلتها خالص من صينيه البطاطس علشان ادي وش حلو كده للبطاطس ولون جميل. تعالوا نشوف بقى البطاطس مع بعض ونغرف عشان نتغدى. ودي كده صينيه البطاطس بتاعتنا كده تمام جدا. اشيل بقى يا جماعه كده. دي كده البطاطس، بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي الجمال ده يا جماعه، شوفوا لي الجمال ده. وهنا الرز المفلفل الخطير، رز بشعريه. وبنسخن الشوربه نغرف بقى علشان ناكل، علشان انا الحقيقه فرهطت خالص يا جماعه من الادويه ولازم اكل لاني جعانه جدا. وهنا يا جماعه جهزت الطبليه بتاعتنا الجميله، غرفت بقى الرز وحطيت لكل واحد بقى طبق الفراخ بتاعه والبطاطس والشوربه. وده غدانا النهارده يا جماعه. زي ما انتوا شايفين رجعنا للشقة تاني، ورجعنا للروتينات العادية بتاعتنا تاني، الغسيل والطبيخ والكنس والستات بيوت بقى. مفيش عندنا اجازات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا يا جماعة بعد بقى ما خلصت الغدا واتغدينا وغسلت المواعين قعدت بقى شوية كده. بعدين قلت اجيب بقى شوية مسليات للبنات ونقعد بقى نتسلى، نجهز مع بعض شوية تسالي كده. لزوم ايه سهرات العيد، ونقعد كده بقى نتفرج على فيلم حلو او مسرحية. فطبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين انا اصلا جهزت بقى هنا عندي يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. بصوا دي المكسرات. عملت هنا طبق فاكهة، برتقان على تفاح. عملت هنا طبق ترمس، واخدت بقى اطباق لزوم بقى الفاكهة وكده. وهنا عندنا مكسرات، ابو همسة جاب لنا كاجو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى نجهز مع بعض التسالي. هحط موز كمان. طبعا لان انا اصلا تعبانه فانا مش هاكل موز عشان انا ايه عندي سخونيه. كده جهزنا الفاكهه. تعالوا بقى نجهز مع بعض المكسرات. نحط اول حاجه كده يا جماعه الكاجو. بصوا هو كاجو وفي فستق، يعني مش عارفه ده غلطه ولا ايه. انا هحط نصه عشان الولاد شويه كده هيقولوا لي ايه هاتلنا كمان. الفستقيه دي بقى يا جماعه من نصيبي. هنا بقى المكسرات مع الفول بقى واللب والحمص وكل الحاجات دي. اخد بقى انا الصينيه الحلوه بتاعتي دي وادخل بيها ايه جوه في الاوضه واوريكم بقى ايه شكل القعده بتاعتنا. يلا بينا.
وبكده يا حبايبي اكون جهزت زي ما انتوا شايفين كده تسالي العيد اهو. كل حاجة طبعا معاكم لحظة بلحظة. طبعا هي يا جماعة بصوا، حطيت هنا ترمس والحمص، عندنا طبق برضو عشان نحط فيه القشر زي ما انتوا شايفين كده. بس لما البنات يجوا بقى، هنا عندي الفواكه اقشر لهم بقى حسب ايه اللي عايز، المكسرات، المسليات، وهنا طبعا الشوكولاتات، الكحك والبسكوت، البيتيفور. هنا عملت لهم عصير سوبيا بالمانجا يا جماعه. عايزه اقول لكم ان انا دقته خطير خطير، بس مش عارفه هم هيحبوه ولا لا، عشان كده انا حطيت لهم في كوبايات صغيره. تعالوا بقى ننده لهمسه وهنا ونشوف رد فعلهم. همسه، هنا، تعالوا كده. طبعا هنا الاطباق والسكينه عشان الفاكهه. كله تمام يا جماعه. اكتبوا لي بقى في الكومنتات عملتوا ايه في العيد، وايه رايكم بقى في القعده بتاعتنا الحلوه دي. تعالي هنوشه، اقعدي يا هنا، اقعدي ودوقي العصير الخطير اللي انا عاملاهولك، سوبيا بالمانجا. قولوا لي رايكم فيه ايه، ده اختراع كوكتيل انا عاملاه. دوقي يا هموسه، بس ما رضيتش اعمل لكم كوبايه كبيره يعني. دوقوا قولوا لي ايه رايكم. اقعدي يا همسه، اقعدي يا هنا. ايه رايك؟ ايه رايكم بقى في الترابيزه الحلوه اللي انا عاملاها لكم دي، التسالي؟ جميلة جدا، تحفة، تسلم ايديكي. ايه رايك فيها؟ حلوه؟ جميلة جدا، تحفة. ايه رايك يا هموسه؟ تسلمي يا حبيبتي. تحفة برضه. همسه بصي، بصي بابا جاب ايه. انا عارفه ان انتوا بتحبوا المكسرات، بابا جاب لكم كاجو. شكرا. العفو. يلا انا هسيبكم بقى ايه، تقعدوا كده تتسلوا، وبعدين ايه هروح اعمل بس حاجه دافيه وارجع لكم تاني. ماشي؟ ننادي البابا برضو عشان ايه يقعد معانا القعده الحلوه دي. يلا حبيبي، اشغل لكم بقى ايه، مسرحيه ولا فيلم؟ اي حاجة. فيلم لمين؟ هتقولي لي رامز جلال. صح؟ ماشي، هحاول اشوف لكم اي فيلم كده نتفرج عليه. يلا حبيبي عيشوا بقى، عيشوا. عايزين حاجه تاني؟ اي حاجه تانية عادي، عينيا، من عيني دي ومن عيني دي. يلا حبايبي. طبعا يا جماعة بما ان احنا كان عيد الام من يومين فاتوا، فطبعا ما حبيتش اعدي اليوم كده. اول ما المحلات فتحت نزلت جبت على طول تورتايه، وقلت احتفل بعيد الام مع البنات، لان بصراحة يعني هو تاه كده مع العيد. بس انا ما بيعنديش مناسبة غير لما بحتفل بيها، عيد ميلادي، عيد ميلاد ولادي، عيد ميلاد زوجي، عيد جوازي، عيد الام، كده يعني. فطبعا انا جبت تورتايه كده زي ما هتشوفوا معايا كده، واحتفلت بقى انا والبنات هابي بيرث ماذر داي يعني كده يعني. كل سنه وانت طيبه يا ماما ومش عارفه ايه. وهتقولوا لي يا جماعه طب انت يا ياسمين ما خدتيش التورتايه ليه ورحت عند مامتك؟ هقول لكم يا جماعه ان انا في شويه حاجات كده بيني وبين اهلي انا للاسف مش قادره اتخطاها، فانا زعلانه جدا من والدتي واخده منها موقف، و يعني مش قادره بصراحه ان انا اصفى. الموضوع كبير كبير كبير. فانا الحقيقه آه، لا رحت عند امي ولا بروح عند امي ولا في بينا وبين بعض كلام. فانا يعني تقدروا تقولوا كده اخده جنب شويه يا جماعه، لاني بجد نفسيتي تعبانه جدا. على كل حال انا طبعا يعني بحاول على قد ما اقدر، ولادي ما لهمش اي دعوة باي حاجة خالص. فعلشان كده عادي جدا، والحياة ماشية عادي جدا، وفي عيد وكل سنة وانتم طيبين وعيشتهم الاجواء. ودي شكل التورتيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. انا الولاد عندي بيحبوا الشوكولاتة ومربى الحليب، فاخترت التورتيه على شكل قلب زي ما انتم شايفين، جناش شوكولاتة، نصها مربى حليب والنص التاني كريسبي واوريو وكده. وزي ما انتم شايفين تزيينها بسيط جدا وسعرها حلو جدا واقتصادي. طبعا يا جماعة زي ما انتوا عارفين انا مش دايما يعني بجيب تورتات معقولة، او دايما بجيب تورتات غالية.
بصوا يا جماعة، هو أنا ماشية الدنيا عندي أنا وزوجي الحمد لله، يعني متفاهمين جدا على حسب الظروف المادية. يعني زي ما انتوا عارفين احنا كنا داخلين رمضان، بعده العيد، هدوم العيد، حاجات في البيت، كحك وبسكوت بقى ومصاريف ودنيا. طبعا عندنا لسه اجازة، زوجي مش هينزل الشغل غير بعد اسبوع، ففي مصاريف للبيت. طب نعمل ايه؟ لا نجيب حاجة اقتصادية. عايزة اقول لكم ان انا في محل عندنا هنا في دمياط بيبيع تورت باسعار اقتصادية وحلوة جدا وطعمها حلو جدا. زي التورتيه اللي انتوا شايفينها دي، التورتيه دي يا جماعة ب200 جنيه، حجمها وتكلفتها وتزيينها وطعم، يعني مناسب جدا في سعرها. يعني 200 جنيه مش غالية، وفي نفس الوقت مش وحشة، يعني طعمها حلو جدا، الخامات بتاعتها على قد تكلفتها. وعايزه اقول لكم والله ان هو بيستخدم خامات عاليه الجوده، يعني بسم الله ما شاء الله. مربى الحليب دي انا عارفاها، دي نوعها انا عارفاه ومش رخيص، دي كواليتي تارجت، حاجه نظيفه جدا، بيستخدم حاجات نظيفه جدا. بس هو بيبيع لان هو مصنع حلويات يعني، فبيبيع بسعر التكلفة على مكسب بسيط قوي. وطبعا زي ما انتوا عارفين الواحد لو معاه مش بيبخل، ولما بيكون معانا بنجيب من احلى محل حلويات. بس المهم ان احنا مشينا الدنيا زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، والمهم ان احنا فرحنا والولاد فرحوا وقضينا يوم لطيف واجازة سعيدة. وزي ما انتوا شايفين كده كان يومنا الحمد لله ماشي حلو جدا، وبجد كانت اجازة سعيدة علينا. وان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي ايه رأيكم هنزل يا لكم جماعة؟ خروجة العيد. طبعا خروجة بصوا العيد عندنا اتأجلت يا مربى جماعة الحليب بعد العيد، لان طبعا كريسبي انا كنت شوكولاتة تعبانة. كريسبي أبيض فهنزل لكم ان شاء الله كورن الفلوج بتاع أوريو، وهي خروجة كلها العيد، أصلا وان شاء الله بجناش باذن الشوكولاتة الله بالشكل ده. الفيديوهات تعجبكم وتتبسطوا منها. وبس حبيت كده، طبعا ده إن الفيديو أنا كان يعني بتاعنا أعمل لهم النهارده. مفاجأة اتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا النهاردة معايا عيد واستفدتوا ولو جوازي بشيء بسيط. اشوفكم 14، على خير ان شاء الله باذن الله في فتورتاية فيديو كده يا جديد ويوم جماعة، جديد، يعني ومع الف حاجة بسيطة سلامة. كده نفرح بيها البيت وأهل البيت. ايه رأيك يا همسة؟